أفضل 5 أهداف سجلها الساحر حكيم زياش مع المنتخب المغربي. عندما تلمس الكرة، قدم حكيم زياش، تتحول اللحظة العادية إلى لحظة استثنائية. هو اللاعب الذي يكتب اسمه في ذاكرة كل مشجع مغربي بلمسة ساحرة وتسديدة دقيقة وقرار جريء في لحظات الحسم. وسواء كنت من عشاق المهارات أو من هواة الأرقام، لا يمكنك أن تنكر أن أهداف زياش مع المنتخب كانت دائما عنوانا للحسم والجمال. في هذا الفيديو نستعرض معا أفضل 5 أهداف لا تنسى سجلها حكيم زياش بقميص الأسود، مرتبة من المركز الخامس إلى الأول. المركز الخامس، هدفه ضد الكاميرون، تصفيات كأس إفريقيا 2019. في مباراة حاسمة ضمن تصفيات كأس إفريقيا، كانت الأجواء مشحونة بالتوتر. حكى ذوق فني عال، أطلق زياش كرة فوق الحائط الدفاعي حاملة في طياتها إبداعاً وتقنية عالية. كانت الكرة بمثابة مشهد سينمائي، ارتفعت في الهواء ثم هبطت بلطف نحو الزاوية العليا للمرمى، حيث عجز الحارس عن التصدي لها. كان هدفاً حاسماً وذو قيمة عظيمة في سياق المباراة. المركز الرابع، هدفه في مرمى مالي، تصفيات كأس العالم 2018. في إحدى مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، زياش أظهر قوته وحسن تصويبه بعيد المدى. بعد تسلم كرة خارج منطقة الجزاء، أسس لمشهد هجومي مميز، رفع قدمه وأطلق تسديدة صاروخية مذهلة. الكرة سافرت في الهواء بسرعتها العالية وارتطمت بشباك الحارس المالي الذي لم يستطع إلا أن يشاهد الكرة وهي تتخطاه. كان هذا الهدف بمثابة درس في القوة والدقة من مسافة بعيدة. المركز الثالث، هدفه ضد جنوب إفريقيا، تصفيات كأس إفريقيا 2023. في هذه المباراة المهمة كانت النتيجة 0-0 والجميع يترقب الهدف الأول. على الجناح الأيمن لم يكن هناك أي شك في أن زياش سيصنع الفارق. راوغ ببراعة المدافع الجنوب إفريقي، ثم سدد كرة قوية أخطأ الدفاع الخصم واستقرت في الزاوية البعيدة للمرمى. كانت الكرة لا ترد، حيث كانت متقنة تماما من حيث القوة والتوجيه، مما جعلها هدفا رائعا في توقيت حساس. المركز الثاني، هدفه من منتصف الملعب ضد جورجيا، مباراة ودية 2022. كانت المباراة الودية ضد جورجيا في 2022 محطة لا تنسى في مسيرة زياش. وهو يراقب الحارس الجورجي المتقدم، قرر زياش اتخاذ قرار جريء. من مسافة تقترب من 60 مترا، سدد زياش كرة بعيدة جدا لم تلمس الأرض إلا قليلا قبل أن ترتفع وتستقر في الشباك. الحارس كان غير قادر على العودة في الوقت المناسب، والكرة سكنت المرمى بشكل مذهل. كان الهدف مثالا على الهدوء والرؤية الممتازة والقدرة على اتخاذ القرار الصحيح في اللحظة المناسبة. المركز الأول، هدفه في مرمى كندا، كأس العالم 2022. في مباراة دور المجموعات من كأس العالم 2022، سجل زياش أسرع هدف لمنتخب عربي في تاريخ المونديال. في الدقيقة الرابعة استغل خطأ من الحارس الكندي الذي قدم تمريرة غير دقيقة، فاقتنصها زياش سريعا وسدد كرة ذكية وقوية من مسافة 30 مترا تقريبا. كانت الكرة ساقطة في الهواء، تجاوزت الحارس الذي حاول العودة ولكن لم يستطع الوصول إليها. كان الهدف ليس فقط سريعا، بل أيضا ذكيا ودقيقا، مما جعل المغرب ينقض بسرعة على خصمه. أهداف زياش ليست مجرد كرات في الشباك، بل لحظات حاسمة حفرت في ذاكرة كل مغربي. هو اللاعب الذي تترقب الجماهير لمساته، لأنه حين يسجل لا يسجل فقط، بل يبدع ويلهم ويصنع التاريخ. أخبرونا في التعليقات، أي هدف من أهداف زياش هو الأقرب إلى قلبكم؟ ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من لحظات المجد المغربي.